السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناتي. عفوا. في قناة يوميات أم رمزي من غزة. إن شاء الله يا حبايبي يومكم مشرق بأنوار النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله كل متابعين قناتي يكونوا في أتم الصحة والعافية وهداة البال. اليوم اللهم صل على رسول الله. زي المثل اللي بيقول يا مخلف البنات في بيتك السعد والهنا للممات. اليوم بنتي حبيبتي أم حمزة اللي هي مروة قالت بدي أعمل لك يا ست الحبايب حاجة حلوة، فقالت لي بدي أعمل لك البافاريا. طبعا يا حبايبي كل أغراضها متوفرات تقريبا في كل بيت، ما بتغلب: طحين، نشا، حليب، شوية فانيلا. طبعا بنحط المقادير، بنضيف عليهم كاستين مي، بنخلطهم بنحطهم على النار. اللهم صل على رسول الله، صلونا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة على رسول الله يا حبايبي هي الهنا، هي السعد، هي كل اشي حلو في حياتنا. إن شاء الله دايما حياتكم يا رب سعيدة بالهنا والسعادة والرضا من رب العالمين. فدايما الصلاة على رسول الله، يعني كل لحظة كل وقت تكون على لسان الإنسان علشان نفسه دايما تكون مطمئنة. طبعا زي ما حكيت لكم بنخلط الخليط، بنضيف عليه المي. لا تنسوا بالله عليكم حجتكم من المشاهدات، من اللهم صل على رسول الله اللايكات. أهم إشي يا حبايبي اللي يفتح أو يشاهد الروتين يحط اللايك قبل ما ينسى. علشان اللايكات بعلن اللهم صل على رسول الله القناة. ولما يجمد الخليط يا حبايبي بنضيفه على البسكوت. طبعا بنوسيه لما كل البسكوت يتغطى. بعدين بنضيف طبقة بسكوت تانية. برضه بنعمل إلها شوية خليط اللي هو عبارة عن برضه نشا، حليب، اللهم صل على رسول الله، نس، وكاكاو، بودرة الكاكاو، وبرضه شوية فانيلا. صلوا على رسول الله. ولا تنسوا الحجة من مشاهداتكم. الحجة بدها همتكم معاها علشان يا حبايبي قناتها تعلى وتكبر بيكم. زي ما بنفرجيكم في الروتين، ضفنا باكيتين نس، بنخلطهم مع بعضهم. برضو بنضيف عليهم المي، وبنحطهم على النار لما يجمدوا. والله يا حبايبي ما بدي أحكي لكم، يعني كل المكونات موجودة. طبعا يعني تقريبا كلها موجودة في بيوتنا. طبعا موجودة عندنا في البيوت، وبنقدر نعملها. بعد ما جمد الخليط نديره أو نضيفه على البسكوت، وبنوسيه علشان يكون كله متوازي.
بعد هيك بنزينه ببسكوت طبعا. هذا اللي بنزين فيه البافاريا يا حبايبي، بسكوت وجوز هند اللي بنزين فيه بسكوت وجوز هند علشان البفاريا يطلع منظرها ما بدي احكي لكم. يعني ايش طعم، ايش شكل، ايش حلاوة، فيش احلى من هيك. ان شاء الله ربنا يحل ايامكم بالسعادة، يحل ايامكم بهداة البال، يحل ايامكم بالستر من رب العالمين. وكل متابعين ربنا ييسر أمرهم إن شاء الله. طبعا عملناها المغرب سبناها طول الليل. طبعا أنتوا عارفين إحنا فيش عندنا تلاجات، علشان هيك سبناها طول الليل علشان يا حبايبي تجمد، علشان نقدر نقطعها. يعني وصفة سهلة وما بتكلف إشي، وبعدين يعني زكاوة. ما ما بدي أوصف لكم. مش بافاريا والله يا حبايبي، قتوه. يعني الطعم ما في أروع من هيك. إن شاء الله ربنا يحفظ لكم حبايبكم، وبارك الله في بنتي أم حمزة. إن شاء الله ربنا يحل أيامها بالسعادة ووفقها ووفق كل صبايا المسلمين. وهي حجتكم بتفرجيكم، وألذ وأزكى بفارية من بنتي لأمها. وهي الحجة بتذوق، يعني ما في أزكى من هيك وألذ من هيك طعم. إن شاء الله ربنا يكرمكم، ربنا يحل أيامكم بالسعادة إن شاء الله. يا رب أنشر لكم وأنتم في أتم الصحة والعافية وهداة البال، وبارك الله فيكم على مجهودكم معاي. بتفرحون إن شاء الله، ربنا يفرحكم.